السلام عليكم. النهاردة هنعمل السمك المقلي مع الرز مع البتنجان المخلل والسلطات بخلطة او خلطة الجمبري اللي انا عملتها معاكم على وصفات منى جودة على الفيس. هقولها لكم برضو دلوقتي. اول حاجة انا ابتديت بيها البصل. هصفر البصل، انا ما بحبهوش ان هو يكون غامق، علشان هعمل الرز الاول. والرز برضو هحط منه معلقة من الخلطة السرية لمحلات السمك اللي معمولة من قشر السمك، معمولة من قشر الجمبري. وهي عبارة عن ان احنا بناخد القشر بتاع الجمبري بعد ما بنقشره، طبعا ني، بنغسله كويس جدا، وبعد ما بنغسله بنحطه في مصفى يصفي ميته خالص، وبعد كده بنحطه في صاج الفرن يتحمص نص تحميصة. وبعد كده بنبتدي نحط معاه حصى كزبرة ناشفة معلقتين كبار، وفلفل اسود معلقة كبيرة، وكمون معلقتين كبار، كل دول حصى، ومعلقة جنزبيل صغيرة، واسيبه يكمل التحميصة بتاعته. وبعد ما يبرد خالص ابتدي اضربه في مطحنة التوابل، واحتفظ بيه واستخدمه ك في تتبيلة اي نوع من انواع الاسماك. بجد طعمه روعة جدا جدا. واللي هياكل عندك السمك او هياكل عندك الرز او شوربة السي فود هيلاقيها مميزة جدا، وهيلاقيها نفس الطعم بتاع بره، وبمكون سهل جدا احنا كنا بنرميه. خلاص انا كده صفرت البصلة بتاعة الرز، هبتدي انزل عليها بالجزر المبشور. دي جزراية مبشورة ناعم، وبعدين فص توم كده مفروم ناعم، وفلفلاية خضرة. صدقوني كل المكونات ديت بتدي قيمة غذائية جدا للرز، وفي نفس الوقت طعم وتست روعة، وهتحسوا ان انتوا كأنكم بتاكلوه من بره. طبعا دوت كوباية ونص رز انا غسلتهم كويس، رز مصري. هبتدي ان انا اشوحهم، وهبتدي احط التوابل عبارة عن ملح ومعلقة من التتبيلة بتاعة الجمبري وكمون. بجد التتبيلة دي يا جماعة روعة. انا يوم ما عملتها قلبت الشقة وقلبت السلم، كانت تحفة بجد. ومش عايزة اقول لكم، كل ما بفتح البرطمان علشان اخد منها ريحتها فظيعة وطعمها حكاية. بجد التست بتاعها حكاية، سواء في صينية السمك بالبطاطس، سواء في السمك المقلي، سواء في المشوي الدقة بتاعة السمك، سواء في شوربة السي فود، سواء في الرز. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه، وبمكون احنا بنرميه. بس صدقوني محلات السمك بتستعمله كتير جدا في خلطاتها، ولما هتدوقوا الطعم اللي انا بقول لكم عليه ده هتعرفوا. انا كده حطيت المية. احنا متفقين ان كوباية الرز المصري بتاخد كوباية مية. طبعا هسيبه يغلي وهدي عليه، واسيبه اسيبه يستوي على نار هادية. هبتدي اعمل البتنجان المخلل. عبارة عن ايه؟ معلقة خل كبيرة، معلقة ليمون كبيرة، ملح وكمون وفلفل اخضر مفروم ناعم، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة، وجزراية مبشورة ناعم. هريسة الشطة دي يا جماعة اللي احنا عملناها مع بعض، اللي ما شافش الفيديو ده اتمنى ان يشوفه، بجد جميلة وتحفة جدا، بتدي طعم مميز قوي للبتنجان. وكمان هحطها في تتبيلة السمك. انا قليت البتنجان وعملت طرنشات طماطم كمان، بتبقى طعمها تحفة جدا بالتتبيلة ديت. يبقى خل، ليمون، فلفل اخضر مفروم ناعم طبعا، ومعلقة هريسة شطة، وجزر مبشور ناعم، وملح وكمون. تحفة بجد، وطعمها حكاية حكاية حكاية. نقدر نحتفظ بيهم ان احنا نحطهم في علبة اللي يفيد منهم، ونقفل عليهم كويس جدا، ونحطهم في التلاجة، مش هيجرى لهم اي حاجة. السمك انا نضفته وعملته على شكل سنجاري. طبعا انت عايزة تفتحيه او
تفتحيه من بطنه زي العادي بتاعنا زي ما انتوا عايزين. تبلته بليمون ومعلقة من تتبيلة الخلطة السرية بتاعة الجمبري وكمون وملح ومعلقة من هريسة الشطة وتوم مفروم ناعم. بجد تحفة 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 والطعم حكاية. اتمنى بجد تجربوا الخلطة السرية بتاعة المحلات اللي معمولة من شيء بسيط جدا وهو قشر الجمبري اللي احنا بنرميه. بجد حكاية وبتدي طعم للسمك تحفة، والرز بتاعه بتدي تست كده مميز يعني. والحمد لله كل اللي جربوا الوصفة ديت، وصفة الخلطة السرية للمحلات السمك اللي هي من قشر الجمبري، الحمد لله الحمد لله عجبهم جدا 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 وشكروا فيها جدا جدا جدا. انا كده بتبله، وبتبله طبعا من بره ومن جوه زي ما انتوا طبعا عايزين. عايزه تعملي فيه فتحات زي ما انت عايزه خالص. طبعا عايزه تتبليه وتسيبيه مثلا بالساعه او الساعتين، بس بصراحه انا بتبله وبقليه على طول. ليمون، كمون، ملح، معلقه هريسه شطه، وتوم مفروم ناعم، وطبعا الخلطة السرية بتاعة المحلات. هبتدي كده ابدره وهبتدي ان انا اقليه في الزيت. صدقوني يا جماعة سهلة جدا جدا جدا. وطبعا السمك بيتقلي في زيت متوسط الحرارة علشان يستوي الاول، وبعد كده لما نلاقيه يبتدي ان هو هيحمر نبتدي ان احنا نعلي عليه علشان ما يبقاش ني من جوه. مش عايزه اقول لكم طعمه ولا ريحته. طبعا ده السمك المقلي طبعا ما يحلاش غير مع طرنشات الليمون والجرجير، وطبعا السلطه الخضراء الجميله وسلطه الطحينه، وطبعا الرز الروعه اللي احنا عملناه مع بعض، والبتنجان المخلل والطماطم المخلله. اكله بجد تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، واتمنى اعرف رايكم فيها.